بيعانت بعض الفنانات في بداية مشوارهم الفني بشكل عام من رفض أهلهم دخولهم مجال التمثيل، لدرجة إنهم لما أصروا ومثلوا عائلتهم اتبرت منهم في الحال. وفي منهم اللي حاول أهله يخلصوا منه بالحياة علشان شافوا إنه بقى وصمة عار عليهم، وفي اللي أخوها كان بيربطها في السرير. يا ترى مين الفنانات دول وإيه اللي حصل معاهم بالظبط، وإزاي قدروا ينجحوا ويبقوا أهم نجوم في السينما المصرية؟ كتير من الأهالي كانوا دايما شايفين الفن مجال خادش، والبنت فيه لازم تتنازل عن أخلاقها ومبادئها وترضى بكل طلبات المنتج والمخرج، زي أخو الفنانة تحية كاريوكا واللي رفض نهائي إنها تمثل أو ترقص، لدرجة إنه كان بيربطها بالحبل قبل ما يخرج من البيت عشان يضمن إنها ما تهربش. تحية بعد انفصال والدها عن والدتها اضطرت بدوية محمد علي، وده اسمها الحقيقي، إنها تتنقل علشان تعيش مع أخوها في بيت والدها. وبسبب حبها الشديد للفن أخوها تعود يربطها في السرير لحد ما قدرت إنها تهرب، واتنقلت بعد كده لكازينو بديعة مصابني، وأجازت رقصة الكاريوكا اللي غيرت اسمها من بدوية لتحية كاريوكا. ورغم رحيل تحية لكن فضلت واحدة من أهم النجمات في تاريخ مصر. تاني واحدة هي فيفي عبده اللي هربت من بيت أهلها وهي في سن ال12، وده بعد ما قابلت بنت بتشتغل راقصة في فرقة شعبية، وأقنعت البنت فيفي عبده إنها توفر لها فرصة معاهم في الفرقة. لكن المتوقع إن والد فيفي عبده رفض ده كمان وعملها بقسوة، عشان كده لجأت للهروب علشان تعرف ترقص. الصدمة إن بعد ما فيفي عبده هربت من أهلها واتبروا منها اضطرت إنها تروح تعيش عند واحدة صاحبتها، لكن زوج صاحبتها كان عينه منها وبيعاكسها ومش سايبها في حالها، ولما اعترضت طردها في الشارع. لقت فيفي نفسها مشردة في الشارع، وفضلت 4 شهور بتنام كل يوم بره علشان تندم بس بعد فوات الأوان. ومن هنا بقى بدأت فيفي عبده ترقص ودخلت الوسط الفني، وبعد شهرتها اتصالحت مع أسرتها وطلعت والدتها تحج والعلاقة بينهم اتحسنت. تالت واحدة وهي الفنانة السورية واللي عاشت معاناة كبيرة مع أهلها بسبب رغبتها في التمثيل وسفرها لمصر. رغدة قالت في أحد البرامج التلفزيونية إنها عاشت طفولة صعبة مع زوجة والدها وإخواتها اللي كانوا دايما بيعنفوها وبيسخروا منها بطريقة صعبة، لدرجة إنها أخذت القرار بتاع الهروب وهربت فعلا علشان تحقق حلمها وتبقى نجمة كبيرة. الفنانة السورية رغدة أهلها ما تبروش منها، بس دول كمان بعتوا وراها شخص مجهول وطلبوا منه يخلص عليها، ولكن رغدة قدرت تهرب منه وكشفت خطتهم وعرفت تحمي نفسها. رابع واحدة وهي الفنانة سناء جميل. طبعا مين كان يصدق إن أهلها يرفضوا دخولها الوسط الفني ويتبروا منها، وده لأنها اتولدت وعاشت بين أسرة صعيدية من الطبقة الأرستقراطية بمحافظة المنيا. والدها اشتغل محامي، أما والدتها كانت خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبالتالي محدش فيهم موافق إنها تدخل المعهد العالي للفنون المسرحية. لكن طبعا سناء صممت على رأيها عشان يطردها أخوها من البيت ويتبروا منها نهائي. وبما إننا بنتكلم عن الفنانات اللي عاشوا ظروف صعبة عشان يدخلوا الوسط الفني ويحققوا حلمهم، لازم نتكلم عن الجميلة ماجدة الصباحي اللي وقفت في وش والدها واقتحمت عالم التمثيل، ويقرر والدها يتبرى منها ويخسرها بالحياة، وكمان يرفع قضية علشان يمنع أول فيلم ليها من العرض. ماجدة هربت من بيت والدها وهي في عمر 17 سنة، واللي ساعدتها والدتها اللي شافت فيها فنانة موهوبة. لكن أول ما والدها عارف طلق والدتها على طول، وكانت ماجدة سبب في خراب بيت أهلها، والخلافات بينهم وصلت لطريق مسدود. طبعا مش دول بس الفنانات اللي أهلهم اتبروا منهم، في كمان نجوى فؤاد اللي أهلها كلهم اتبروا منها وقطعوها بالحياة، بس هي كانت دماغها ناشفة وأصرت تمثل وتحقق حلمها. وحياتها كانت في خطر لأن أهلها حاولوا يخلصوا منها أكتر من مرة لحد ما اتجوزت من أحمد فؤاد حسن واللي قدر يحميها وقتها. والغريبة إن مش الفنانات بس اللي تعرضوا لمشاكل مع أهلهم بسبب الفن، في كمان نجوم رجالة زي نجيب الريحاني اللي هجرته والدته وقالت ده مش ابني ولا أعرفه.